السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ وعليكم ازي حضرتك؟ عامل ايه، اخبارك؟ تمام. النهارده اتقال ان الزمالك بعت فاكس رسمي وان الكابتن طارق غنيم كان قاعد مع الاستاذ ماجد نجاتي عشان مفاوضات عشانك. فالكلام ده والله بس كل ده ما اعرفش عنه حاجه والله. اصل انا كلمت برضه، انا كلمت الاستاذ ماجد، انا علاقته بيه كويسه، نفاري الكلام ده خالص. قال لي يعني بقى الزمالك اخر جلسه كانت عشان وليد، بعد كده ما اتكلموش معانا. فيعني والله انا قلت اسال حضرتك. انا القصه كلها مع وكيل اعمالي، انا بالنسبه لي ما اعرفش حاجه. ما فيش حد كلمك من الزمالك رسمي ولا في حاجه ولا في عرض؟ كان في كلام زمان بس انا حاليا دلوقتي كل الكلام انا حولته على وكيل اعمالي يعني. لكن الكلام كان زمان ودلوقتي ما فيش حاجه رسمي يعني. وصار في امكانيه انه يستغنى عنك الفتره دي، وانت شايف انها هتبقى صعب؟ والله انا بعد ما شيان وليد وسيد حمدي الموضوع بقى سهل يعني. انا الناس دول اصلا لعبت معاهم في بتروجيت. تمام. انا كان جاي لي اهلي وزمالك وانا في بتروجيت، والناس قالوا لا مفيش بتروجيت ولا مفيش اهلي ولا زمالك، في ام بي. وقلنا خلاص مفيش مشاكل نروح ام بي، يعني نادي كبير ونادي كويس. وانا بصراحه السنه اللي لعبتها في ام بي كنت مرتاح فيها، ولحد دلوقتي انا مرتاح. تمام. لكن انت بتتكلم في اهلي وزمالك، ما هو برضه طموح، هو حاجه كويسه. اكيد طبعا. مجرد انك تمشي لاعب ما عندكش مبرر بقى انك ما تمشيش الباقيين يعني. لكن الكلام كله مع الوكيل، لكن مفيش حاجه رسميه معاك انت. لا مفيش. انا اصلا اي حد بيكلمني من اي نادي بقوم اديله رقم تليفوني ويعيش انت. تمام ماشي يا كابتن، شكرا يا كابتن. لكن لو في اي جديد اكيد هقول لك يعني، اكيد. اصل انا زي ما بقول لك النهارده يعني انا كلمت استاذ ماجد وقال لي كرسم كعرض جنة زي وليد واحمد مفيش حاجه. مفيش حاجه في النادي. حتى كنت بقول له برضك الكلام اللي اتقال ان انا سمعته ان الاستاذ طارق غنيم هيقعد معانا النهارده. بقول له يا استاذ ماجد في كلام ان الاستاذ طارق هيقعد معاك. قال لي لا مفيش حاجه على الكلام ده خالص. وقال لي كمان احنا مش هنسيب محمد، لان احنا بس هنمشي عبد العزيز توفيق النهارده يروح المصري، وهنرجع محمد صبحي، فمش هيبقى عندنا صعوبه او ان احنا نسيب حد في خط النص تاني. فانا حبيت اتاكد ان كان في كلام رسمي معاك ولا لا. انت قلت لي مفيش حاجه رسميه معاك. بص انا اجيبها لك بشكل احسن يعني. لو نادي الزمالك عاوزني مدخل رسمي انا همشي. تمام. ما هو تمام لو عايزك رسمي زي ما حصل مع وليد في الاهلي كده. لا بس نادي الزمالك لو عايزني رسمي متمسك بيا انا هروح. تمام. بس بغض النظر بقى من قال من عاد، مش في الكلام ده. تمام. انا واخد يعني وعودي ان انا لو جالي نادي كويس همشي. تمام. بس المقابل المادي ممكن يبقى مبالغ فيه لو طلبوا من تعبته فلوس كبير. بس ادخلوا بس يورونا اي حاجه. وانا بنتكلم يعني. ما هي لو حاجه رسمي ممكن يبقى المبلغ قابل للتفاوض زي ما حصل مع وليد. كان 12 مليون وصل ل 8 صح؟ ايه زي ما حصل مع وليد يعني، كان طالبين مقابل مادي عالي 12 مليون وبعدين في الاخر وصلوها ل 8 ام بي يعني. فممكن لو المفاوضات الرسميه المقابل المادي يقل يعني. تبقى حاجه خلاص. عموما متشكر جدا، وهشوفك انا قريب في التدريب ان شاء الله. ماشي. سلام.